النهاردة هعرفكم أحسن وأسهل طريقة لعمل القهوة عشان تطلع مظبوطة معاك كده وبوش تقيل. خليكم معانا. أهلا وسهلا بكم حبايبي. هنقول النهاردة أحلى قهوة تشربها في حياتك، الطريقة الصحيحة لعمل القهوة. يلا بينا نشوف بتتعمل إزاي. يلا بينا نعمل أجمل كوباية قهوة هتشربها في حياتك. اول حاجه الميه، ميه ساقعه، لازم يبقى معانا ميه ساقعه، والسكر حسب الطلب، والكنكه، والبن، والفنجان، ولو حابب يبقى فيه تمر. الطريقه ازاي؟ يلا بينا نشوف الطريقه ازاي. اول حاجه بنجيب البن، معلقتين بن ونحطهم في الكنكه، معلقتين بن. تمام، ادي معلقتين بن. بعد كده تحط السكر حسب طلبك، لو زيادة هتبقى معلقتين. تمام، بعد كده بتحط المية حسب الطلب. بتحط المية كده، تقلبها كويس بقى يمين وشمال، على طول على طول، يمين يمين كده، تقلب كويس، لازم تقليب كويس. تقليبها حلوة قوي، لازم تتقلب كويس. بعد كده بحطها على النار الهادية خالص، النار الهادية خالص. تمام، تقلب كويس كده كده، هي على النار. بنسيبها بقى على النار هادية، بنسيبها على النار الهادية لغاية ما تستوي. مجهزين معانا تمر والفنجان. الوش بدأ يتعمل اهو على النار الهادية. طبعا الناس بتسأل ليه حطت مية ساقعة؟ علشان تستوي براحتها، ونار هادية تستوي براحتها. لو انت عايز أطعم فنجان قهوة تشربه في حياتك، نديله تقليبة كده. تمام، هو لسه يعني بيتعمل، نعمل له بس تقليبة كمان ونسيبه بقى عن الهادي، على الهادي. النار الهادية هي اللي بتسوي القهوة عشان تشرب أحلى فنجان اللي مستنيك. وانتوا شايفين دلوقتي الوش قرب يطلع، الوش قرب يطلع، كلنا منتظرينه، كلنا واقفين ومستنيينها. القهوة أهم حاجة ما تنساهاش وتسيبيها وتمشي، تفضل واقفة جنبها كتير أوي 5 دقايق. شايفين الوش بدأ يعمل ازاي؟ بدأ يفور اهو. نبدأ نوديها في الفنجان كده اهي. في ناس بتقدمها كده على فكرة، وتصبها قدام الضيف بالطريقة دي. وزهرتها حلوة لأجمل قهوة. احنا دلوقتي هنخرج عشان نصبها. بص بقى على الوش، شفتوا جمال القهوة؟ وبالهنا والشفا. تاكلها مع التمر او لوحدها، ممكن تاكلها في البلكونة، تاخدها وتروح البلكونة كده، ممكن تشربها في البلكونة كده مع الهواء الجميل ده والمنظر الرائع. ايه رأيكم؟ يا ريت في المنظر الجميل ده وشوية هوا حلوين، وما شاء الله يعني الدنيا جميلة.
وتسمع بقى اللي تحبه وانت بتشرب القهوة. عايز اعرف رأيكم في الكومنتات ايه.